بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا نرجو إلا فضله ولا نخشى إلا عدله ولا نعتمد إلا قوله ولا نمسك إلا بحبله سبحانه، والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الهادين المهديين، وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بتقديره وإرادته ومحض مشيئته، فكل ما أحاط به العرش مقهور بقهره ومظهر لمعاني أسمائه وصفاته، فليس في الكون إلا الكون، وليس في ذات الله إلا الله، وكل ما سواه ومن سواه مخلوق له سبحانه، فهو سبحانه خالق الذوات، وهو سبحانه خالق الأعمال. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يخلق بني آدم طهرا كالملائكة لفعل، ولكن كلمة سبقت منه فريق في الجنة وفريق في السعير، طريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في الجنة سعدوا، والفريق الذي في النار شقوا. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. الشقي من كان مصيره السعير، والسعيد من كان مصيره الجنة. قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لذلك فإن العقلاء يبحثون عن طريق السعادة. لا أعني سعادة الآخرة، بل يبحثون عن السعادتين في الدنيا والآخرة. غير العقلاء يسلكون طريق الشقاء، فيشقون في الدنيا والآخرة. لكن بعض الناس وهم يبحثون عن السعادة يظنون ظنا خاطئا أن كثرة المال طريق السعادة، أو أن كثرة الأولاد طريق السعادة، أو أن المناصب والجاه والنفوذ هو طريق السعادة. هم ينظرون
إلى سعادة مؤقتة، إلى سعادة زائلة، إلى سعادة دنيوية. لكن العاقل يجمع بين السعادتين في الدنيا والآخرة. لذلك بنجد كتاب عند الإمام السيد محمد ماضي أبو العزائم عنوانه النور المبين لعلوم اليقين ونيل السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ظن البعض أن كثرة المال والعمل ليل نهار لزيادة المال ستؤدي إلى السعادة، وأنا أرى أن لهم عذرا، لأن حب المال فطرة في الإنسان. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، ويظنون أن الخير كل الخير في جمع المال. لذلك وصفهم الحق بقوله: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال، يحبون المال فطرة، وبدون المال تتوقف الحياة. لن تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تلبس أو تعمل أو تنشئ المصانع أو المدارس أو المستشفيات أو نستصلح الأراضي أو نعمر هذا الكون بدون المال. المال عصب الحياة. لكن ليس المال في ذاته هو الذي يحقق السعادة. المال زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال شهوة مزينة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه شهوة، ليس المال القليل، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه شهوة مزينة. لكن المال لا يحقق السعادة. ربما كان المال فتنة لصاحبه. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يكون هو سبب فتنته. بل ربما يكون هذا المال هو العذاب الذي تعذب به في الدنيا وتخرج منها كافرا. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن المال في حد ذاته ربما كان فتنة وربما كان عذابا على صاحبه. لكن هناك طريق واحد للمال الذي يسعد صاحبه. قال صلى الله عليه وآله: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح الذي تكسبه على مراد الله، للرجل الصالح الذي ينفقه على مراد الله، يكسبه من حلال وينفقه في طاعة الله، ينفقه على والدين، على زوجة وأولاد، على فعل خير، على إكرام ضيف، على صلة رحم،
على إحسان لجار، كل هذه مصارف على مراد الله. وهناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله جامعة يجمع الدنيا من بدايتها إلى نهايتها في كلمات. يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، أصناف الناس في الدنيا أربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، ده صنف من الناس ربنا أعطاه مال وعلم، فهو يتقي الله فيه، يصل به رحما ويؤدي لله حقا، فهو بأعظم المنازل. ده صنف رقم واحد في الدنيا، الذي أعطاه الله مالا وعلما فيتقي الله فيه، يصل به رحما ويعطي لله حقا. هذا بأعظم المنازل. الصنف الثاني من الناس في الدنيا: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو آتاني الله مالا لكنت كهذا، يعني كالأول، فهو بمنزلته، يعني معاه علم فقط وبياخد ثواب زي الأول اللي كان عنده مال وعلم. الصنف الثالث يقول: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده مال بس ما عندوش علم، فهو يخبط فيه خبط عشواء، لا عارف حلال من حرام، يكسب في الحرام وينفق في الحرام، هو لا يدري، ليس عنده علم، لا يعرف لله حقا، لا يتقي الله فيه، ولا يصل رحما، ولا يعطي لله حقا، فهو بأخبث المنازل. الصنف الرابع والأخير قال: رجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فيقول: لو أعطاني الله مالا لكنت كهذا، يعني زي الثالث، فهو بمنزلته، بأخبث المنازل. طبعا أشقى واحد في هؤلاء الأربعة الأخير، يعني ربنا لم يؤتيه مالا ولا علما وقال إن أنا هعمل زي الراجل اللي معاه مال بلا علم ولا يؤدي لله حقا، فهو بمنزلته. لكن الحديث بيقول لنا إن العلم أفضل ولا المال؟ ها؟ بيقول لنا العلم أفضل، لأن اللي أتاه مال بدون علم كان شقيا، واللي أتاه علم بدون مال كان في أعلى المنازل مع الأول. عشان كده لما نيجي نكرم الناس نكرمهم بالعلم، أهل العلم يكرمون على أهل المال فقط. اللي بيفصل في القضية دي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بيقول إيه في وصيته لكميل بن زياد؟ بيقول له: يا كميل، العلم خير من المال، العلم
خير من المال. طب ايه السبب؟ ايه السبب ان العلم خير من المال؟ قال الامام علي: العلم يحرسك وانت تحرس المال. اللي بيحرسك افضل ولا اللي انت بتحرسه؟ اللي بيحرسك افضل. العلم يحرسك وانت تحرس المال. العلم يزكو بالإنفاق. كل ما تقول علم بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، مش كده؟ والمال تنقصه النفقة. معاك 1000 جنيه صرفت 500 يبقى باقي كام؟ 500. كل ما تنفق من المال بيقل، إنما كل ما تقول العلم يزيد. ده يسمع ويبلغ لده ويبلغ لده، العلم إيه؟ ينتشر. فده سبب من أسباب تفضيل العلم على المال. ثم يقول: يا كميل، العلم حاكم والمال محكوم عليه. يعني أنت لما تكون عايز تصرف مال، العلم بيحكم عليك الباب ده نافع ولا ضار. بالعلم هتنفق أو هتمتنع. فالعلم حاكم على المال والمال محكوم عليه. ثم قال: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. شوف، احنا النهارده بنتكلم عن الإمام علي بن أبي طالب. الإمام علي بن أبي طالب انتقل من سنة 40 هجرية، يعني بعد 1408 سنة ما زلنا بنذكر الإمام علي. أعيانهم مفقودة، جسمه انتقل، لكن كلامه لسه بنقوله. فالعلماء باقون ما بقي الدهر. أما خزان الأموال فماتوا وهم أحياء، لم ينتفعوا بالمال، خزنوه وتركوه. الواحد اللي بيخزن المال ده عند موته في مصيبتين: أنه يترك ماله كله ويحاسب عليه كله. طب لو كان جمع المال ده من الحرام هيدخل فين؟ هيشقى به في النار، هيبقى شقي. طب ولاده أخذوا هذا المال عن طريق الميراث، الميراث حلال، لو أنفقوه في طاعة يدخلوا الجنة. يبقى مين الشقي؟ اللي جاب المال من الحرام تركه كله وشقي به ودخل النار، وجاء من بعده من أنفقه في طاعة ودخل الجنة. يبقى المال لا يحقق السعادة، ربما كان سببا للشقاء. بعض الناس يظن أن كثرة الأولاد، يقول لك عزوة وعيلة وعشيرة، دي بتحقق السعادة. احنا قلنا لكم ربنا بيحذرنا من فتنة الأولاد: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. بل إن القرآن يحذرك من بعض الزوجات وبعض الأولاد، فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن من هنا للتبعيد مش كلهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى الأولاد اللي أنت عايز تجيبهم عشان تنال بهم السعادة ممكن يكونوا هم أعدائك. لكن في طريق واحد إن ابنك يكون من عوامل السعادة بالنسبة لك. قال صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله
إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا ما كنتش تربي أولادك تربية صحيحة على مراد الله، وبعد أن تنتقل يدعون لك، يبقى أولادك ليس فيهم سعادة. بعض الناس يظن أن المناصب والجاه هي التي تحقق السعادة. والحقيقة أن المناصب أمانة. لو تعينت في وظيفة عامة دي أمانة، أو عضو في مجلس نيابي دي أمانة، ستسأل عنها يوم القيامة، ولها شروط تولي المناصب ليس فيه المال ولا كثرة العيال. شروط تولي المنصب التقوى والورع والكفاءة، ثلاثة دول. ممكن يكون في شخص تقي وعنده ورع بس مش كفء للمنصب، أو شخص كفء معاه شهادات ودورات تدريبية لكن ما عندوش ورع ولا تقوى، لا يصلح، لأن دي أمانة سيحاسب عنها. تسمعوا عن سيدنا أبي ذر الغفاري، ده من كبار الصحابة. أبو ذر من ناحية التقوى والورع ياخد 10/10، إنما من ناحية الكفاءة لا يصلح للولاية. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، ولني، اجعلني واليا على إحدى البلاد. فوضع رسول الله يده على كتف أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى ما لله عليه فيها. يعني تخيل واحد مثلا تولى منصب عام وسرق، راح استولى على أرض الدولة ورخصها وتمام وأوراقه سليمة، لكن هو سارق أو اختلس أو ارتشى، ده مصيبته كبيرة جدا. يعني هو لو نصب على شخص واحد هيجي يوم القيامة الشخص واحد ده هو اللي بيطالب بحقه، يا رب ده نصب عليا في كذا شخص. إنما اللي بياخذ المال العام ده سارق مين؟ سارق الشعب كله، مش كده؟ لو عندك 100 مليون مش معقول ال 100 مليون هيسامحوك، في ناس مش هتسامح، ده بتبقى مصيبته كبيرة. عشان كده سيدنا النبي يقول لأبي ذر: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ده أنت هتبقى مسؤوليتك كبيرة، لأن ده مال عام كل الناس هتطالبك. فما بقاش فيه تسارع على تولي المناصب بدون شروطها: التقوى والورع والكفاءة. خدت بالك؟ فالمناصب والجاه ممكن تكون سبب الشقاء مش سبب السعادة. خدت بالك؟ طيب ربنا ما سابلناش علامات أو دلائل نسترشد بها في طريق السعادة؟ ساب لنا في القرآن علامات عشان تكون سعيد في الدنيا والآخرة. أول علامة من علامات السعادة الإيمان
والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الشروط اهي: عمل صالحا وهو مؤمن، العمل الصالح والإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عايز تقول فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة، ماشي. عايز تقول فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ماشي. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا والآخرة، ماشي. المهم إن أنت هتبقى في سعادة في الدنيا وفي سعادة في الآخرة. ويقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. احنا قلنا ربنا بيقول فمنهم شقي وسعيد، وقلنا السعيد فين؟ في الجنة، والشقي فين؟ في النار. فالقرآن هنا بيقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني هيكون من المهتدين السعداء. لما تتبع الهدى اللي هو سيدنا النبي، يعني لأن ربنا بيقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صلوا على سيدنا النبي. فربنا بيقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقلنا الاتباع بيكون لسيدنا النبي. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع لحضرة النبي، والنبي بيهدي. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلما نتبع سيدنا النبي سنهتدي، وإذا اهتدينا سنكون من السعداء. طب اللي خد الطريق الآخر لم يتبع النبي، بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا في الدنيا يبقى عايش في ضنك وفي ضيق وفي ألم وفي هم، شقي، مفيش سعادة. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآيات جات لك وانت نسيتها، فاليوم ننساك من رحمتنا وعفونا ومغفرتنا وعطائنا وإحساننا. يبقى هنا هيكون في شقاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عن ذكر الله. خدت بالك؟ طب هو ليه احنا عايزين المال وعايزين المناصب وعايزين الأولاد وعايزين كل ده ليه؟ يعني واحد عايز مال كتير يقول لك عشان أقعد بقى كده وارتاح. نفس الطلب ده كان طلبه واحد من الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين. بيقول له: يا ابن رسول الله، أريد مالا كثيرا، ادعي لي يعني ربنا يديني مال كثير. قال: اتق الله وأجمل في الطلب. أجمل يعني اطلب حاجة جميلة فيها اعتدال، ولا تطلب ما لم يخلق. فالراجل استغرب، هو في حد هيطلب حاجة ما اتخلقتش؟ قال: كيف يا ابن رسول الله؟ قال: أنت تريد المال والغنى من أجل الراحة، والراحة لم تخلق للدنيا ولا لأهلها. الدنيا ما فيهاش راحة،
وإنما خلقت الراحة للجنة ولأهلها. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد من المكابدة، المشقة والعناء والتعب، هي الدنيا كده. فأنت عاوز تستريح، عايز الراحة. الراحة لم تخلق للدنيا ولا لأهل الدنيا، الراحة هتكون في الجنة لأهل الجنة. فأول علامة من علامات السعادة الإيمان والعمل الصالح. العلامة الثانية القناعة والرضا. يكون عندك قناعة ورضا. قال صلى الله عليه وآله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الرضا بيحقق لك سعادة، القناعة تحقق سعادة. جاء في الأثر أن من يرضى بما قسم الله له يكون سعيدا، ومن لم يرضى بما قسم الله له يكون شقيا. إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. المحمود عند الله هو السعيد. وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبتك، وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها، تجري فيها ركض الوحش في البرية في الخلق، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يعني أنت في الحالتين مش هتاخد إلا اللي ربنا إيه؟ قسمه لك. طب ما تريح نفسك وترضى، وأنت لو سخطت مش هتاخد حاجة زيادة. خليك راضي أحسن، وتكون عند الله إيه؟ محمودة، تكون من السعداء. الناس السعيدة دي ممكن يكون فقير جدا ورزقه ضيق جدا وعايش في سعادة، وواحد عنده مليارات وشقي لأنه مش راضي باللي عنده مليارات ويمد إيده على حاجة هايفة. الراجل اللي عنده رضا وقناعة نفسه غنية شبعان، ما يمدش إيده وراضي بما قسمه الله لك. التاني ده عايش في سعادة، والأول عايش في شقاء برغم إن عنده كتير بس هو مش راضي باللي عنده. بيقول لنا سيدنا النبي إيه؟ طوبى لمن بات حاجا وأصبح غازيا. يعني في واحد كل ليلة ياخد أجر حجة، كل يوم بياخد أجر حجة، وكل صباح ياخد أجر غزوة. طوبى لمن بات حاجا وأصبح غازيا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رجل فقير ذو عيال يرضى من الله باليسير من الرزق، يدخل بيته ضاحكا ويخرج من بيته ضاحكا. طب اللي داخل بيضحك وطالع بيضحك، ما بين الضحكتين ايه؟ بيملأ البيت سعادة. يقول صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لهم الحاجون الغازون في سبيل الله. رضي بما قسم الله له، رضا. وسيدنا النبي بيحط لنا قاعدة جميلة جدا تريحنا كلنا. بيقول ايه؟
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. ندي مثل يقرب المعنى. واحد قاعد في بيت أوضة وصالة، لو نظر لواحد عنده قصر هيحتقر الأوضة والصالة اللي هو قاعد فيها. إنما لو نظر لواحد ما عندوش بيت أصلا وعايش في الشارع هيقول ده أنا عايش في نعمة. القاعدة دي مهمة جدا في حياتنا، دايما بص للي أقل منك، ما تبصش للي أعلى منك. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا، يعني تحتقروا نعمة الله عليكم. دي بتحقق لنا الرضا والقناعة، ودي طريق للسعادة. عشان تعيش سعيد ارضى بما قسم الله لك. العلامة الثالثة في طريق السعادة أن تحب الخير للناس. عارف الواحد اللي بيحب الخير للناس بتلاقيه عايش سعيد، مشاكله بتتحل من غير ما يطلب. خدت بالك؟ يعني لو انت لقيت عريس وعروسة بيزفوهم وقلت يا رب بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير وارزقهما الذرية الصالحة، الكلمتين دول تعبوك في حاجة؟ ها؟ طيب لقيت واحد مريض وقلت يا رب اشفي كل مريض، تعبت في حاجة؟ ما تحب الخير للناس. لقيت واحد مدين عليه ديون ومهموم وقلت يا رب فرج هم كل المدينين، مش هتضرك في حاجة. خدت بالك؟ واحد يقول لك ايه، طب ما ندعي للناس ليه؟ ما ندعي لنفسي احسن. انت لما تدعو لنفسك ممكن دعائك يستجاب او لا يستجاب، انما يتقبل الله من المتقين. لو انت من المتقين هيستجاب الدعاء، لو انت مش من المتقين مش هيستجاب الدعاء. يعني لقيت شاب بيذاكر وقال لك انا عايز ادخل كلية الطب، ما تقول يا رب دخله كلية الطب وكل واحد يديله المسألة بتاعته، انت خسران حاجة؟ يقول لك ما هو ممكن ربنا يستجابه ويدخل الطب وابن انا ما يدخلش. هو مش واخد باله العملية ماشية ازاي، هو بيحسبها بدماغه هو. لا، ادعي للناس وكل اللي هيروح للناس هيجي لك انت برضه. اما تدعو دعاء للناس وتحب لهم الخير، الله سبحانه وتعالى يوكل ملكا يقول ولك مثله. انت مريض ما تدعيش لنفسك، قول يا رب اشفي كل مريض، يوم الملك يقول ايه؟ ولك مثله، يوم ربنا يشفيك. عليك ديون، قول يا رب فرج هم المدينين، يوم الملك يقول ولك مثله، دعاء الملك مستجاب، ربنا هيفرج همك. فلما انت تحب الخير للناس انت حياتك هتبقى سعيدة. ولذلك سئل صلى الله عليه وآله يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال أنفعهم للناس. اللي بينفع الناس هو أفضل الناس. قيل يا رسول الله ما خير الأعمال؟ قال إدخال السرور على مسلم. أما تسر واحد مسلم ده أفضل الأعمال. جعان تأكله، عريان تكسيه، في كرب تكشف عنه الكرب اللي هو فيه، تسره، ده أفضل الأعمال عند الله. ويدعي لك
ودعائه مستجاب، فتتنال، تلاقي حياتك بقت سعيدة، عايش في سعادة وفي راحة. إنما اللي بيتمنى الشر للناس وبيدعو على الناس ويحسد الناس ويحقد على الناس ويكره الناس، عايش في عذاب. الحب هو اللي بيحقق السعادة. لذلك قال أحد الصالحين: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. الحب، قال صلى الله عليه وآله: بني أمر هذا الدين على الحب. هو العمدة لو ما بيحبناش كان قال لنا تعالوا؟ وإحنا لو ما بنحبوش كنا نيجي؟ إحنا اللي جابنا الحب، وهو دعانا بسبب الحب، والناس اللي قاعدة تسمع دي قاعدة بالحب. خدت بال حضرتك؟ فالحب، لولا الحب ما تعرفش تعيش مع زوجتك ولا مع أولادك ولا مع أصدقائك ولا مع زملائك في العمل. الحب هو أساس الحياة كلها. إنما الكره والبغضاء والحسد والحقد ده شيء يولد الشقاء والتعاسة. فمن طريق أو علامات السعادة إن أنت تحب الخير للناس. إيمان وعمل صالح، قناعة ورضا، حب الخير للناس. في عندنا ها؟ ها؟ صلي ايه؟ انا صليت، مش هينفع نرجع تاني. شوف انا عايز اقول لكم على حاجه. اقعد يا شيخ محمد. كان سيدنا عمر بن الخطاب في المسجد والاذان اذن، رفعوا الاذان وكمل الدرس بتاعه. فواحد بيقول له: الصلاه يا امير المؤمنين. قال: نحن في صلاه ما انتظرنا الصلاه. مجلس العلم ده خير من عباده 70 سنه. فبعد العشاء معاك وقتها ممتد، بعد ما نخلص نصلي، ايه المشكله؟ احنا لو قمنا دلوقتي عشان نصلي مش هنرجع تاني، هنمشي. خدت بال حضرتك؟ فالاختيار ليكم انتوا، يعني انتوا عايزين تصلوا نروح نصلي ونمشي. بس احنا في طاعه مش في معصيه. مجلس العلم ده طاعه مش معصيه. نعم؟ نعم. صلوا على رسول الله. ففي ناس بتبقى شايفة ان الخير والسعادة في الصحة والمال والأولاد، شايفين ان ده خير، وشايفين ان المرض والفقر ده شر. لكن لما تنظر للموضوع كإجمال هتجد ان كل شيء من الله خير. كل شيء من الله خير. اللي انت شايفه خير خير، واللي انت شايفه شر خير. ربنا بيده الخير فقط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الايه؟ الخير. كل اللي من ربنا خير. المرض خير، الفقر خير. مش في عباد ما يصلح لهمش الا الفقر، ولو ربنا اغناه يفسد، يبقى الفقر هنا خير بالنسبه له ولا لا؟ خير. وفي عباد لا يصلح لها الا الغنى، ولو افقره لفسد، يبقى الغنى بالنسبه له ايه؟ خير. والمرض خير، والصحه خير. ما هو في عبد مش عاوز يرجع لربنا، ينادي عليه: يا عبدي، ما يرجعش. يقوم يبعت له مرض، اول ما يجي له المرض يقول ايه؟ يا رب
يقول له انا عايزك تقولها من زمان. ما هو المرض هنا هو الخير بتاعه، هو سبب انه يرجع لله سبحانه وتعالى. يا رب يقول له لبيك عبدي. خدت بالك؟ فكل اللي بيجي من ربنا خير. احنا بنبحث عن السعادة. يعني الراجل اللي طالع رايح مصيف وقاعد على البحر وعمال يشوي في لحمه هو بيدور على السعادة، عايز يبقى سعيد. يروح ويرجع مش لاقي السعادة. يعني الجعان الجائع السعادة بتاعته ايه؟ خبز ياكل. لما ياكل يلاقي برضه لسه مش سعيد. العريان سعادته في ايه؟ انه يجد ما يستره. الخائف سعادته في ايه؟ الامن. طب واحد اتوفر له الامن والثياب والطعام والشراب يبقى سعيد؟ لا، يطلب حاجة تانية. يقول لك عايز زوجة. الشاب او الشابة في سن كده كله عايز يتزوج. لما يتزوج يظن ان الزواج هو السعادة. بعد شوية من الزواج تلاقيه مهموم. مالك؟ يقول لك ربنا ما ادالناش ولد. عايز الولد. يجي الولد والتاني والتالت تلاقيه مهموم. مالك؟ يقول لك العيال واللي شار علينا بالجواز ومش عارف ايه ومش عارفين ناكلهم. عايز مال وعقار. يجي له المال والعقار يلاقيه مهموم. مالك؟ المصنع ولع والزرعه مش عارف ايه والفلوس حصل ايه. الناس بتدور على السعاده مش لاقياها. مش لاقيه السعاده. واحد تاني يقول لك انا بقى السعاده بتاعتي اكل واشرب واتبسط وانام مرتاح. هو النوم فيه لذه؟ لا فيه لذه قبله ولا بعده ولا فيه. لان قبل النوم مفيش لذه لان انت مش نايم. النوم مفقود هنا. وبعد ما تصحى النوم مفقود. وانت نايم الحواس محجوبه. لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم تتذوق طب هتتمتع بايه وانت نايم؟ النوم ما فيهوش سعاده. واحد يقول لك الاكل والشرب ده فيه السعاده. هل الاكل والشرب فيهم سعاده؟ انت بتاكل ليه اصلا؟ بتاكل عشان تدفع الم. حسيت في الم في المعده وخلاء في الجوف عايز تاكل. جابوا لك عيش حاف وكلت وشبعت وبعد كده جابوا لك ديك رومي هتاكل؟ خلاص انت دفعت الالم اللي كان عندك دفعته باي اكل وشبعت. لو كان الطعام فيه سعاده ولذه المفروض ما تشبعش منه. يجيبوا لك ديك رومي تاكله وبعدين يجيبوا لك خروف تاكله يجيبوا لك اي لذه انت بتتلذذ. لكن لا، انت بتدفع الم. لما بيزول الالم لو قدامك خروف على السفره تقول لهم شيلوه من قدامي. انت شبعت يا عم، انت بتتلذذ. يقول لك لا شيله من قدامي خلاص. فالاكل اللي احنا بناكله ده ما فيهوش لذه ولا سعاده. ده دفع لالم. ساعه ما بيزول الالم خلاص. حتى الزوجه لما المني بيجتمع في الانثيين ويحصل الشبك عايز تفرغ هذا الماء. لما تفرغه يحصل ايه؟ تشعر بملل وكسل. لو عرض عليك تقول لا خلاص. هو دفع الالم. انت دفعت الالم وخلصت الموضوع. الثياب اللي انت بتلبسها دي واحد مليء الدولاب بدل وجلبيات وعبايات ومش عارف ايه وبتاع صيفي وشتوي. هو اللبس ده هو دفع الالم برضه. يعني احنا النهارده في الصيف تقدر تلبس كلسون صيف صوف وعبايه تقيله وجلبيتين ومش عارف وعمام في الحر ده؟
هتلاقي حصل عندك ألم ما انتش مستحمل، فبتقوم تخفف لبسك غصب عنك. في ألم في الشتاء ينفع تلبس لبس خفيف، هتلاقي في ألم بتتقل على نفسك، فالثياب نفسها دفع للألم اللي انت بتحس بيه. لا فيه لذة ولا سعادة، لا في اللبس ولا في الجماع ولا في الطعام والشراب. امال ايه هي السعادة؟ اما كل اللي احنا شاغلين نفسنا بيه ده ما فيهوش سعادة. ايه هي السعادة؟ اللي شايف السعادة في الاكل والشرب والنكاح، دي سعادة البهائم السائمة. البهايم هي اللي بتشبع، اللي بتبقى سعيدة وهي بتاكل وهي بتتناكح. من ظن أن السعادة مأكلا شهيا أو ملبسا بهيا أو زوجة على فراش وطي فتلك سعادة البهائم السائمة. مش الأليفة اللي احنا حطينا في بيوتنا، السائمة اللي هي عايشة في الصحراء كده، بهايم اللي هي ملهاش صاحب. دي سعادتها تاكل وتشرب وتتناكح. وابتهاج الحيوان أكل وشرب ونكاح وذلك قصد القصيد. مش ربنا قال ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ دول أشقياء مش سعداء، لأن النار هي مثوى لهم، والنار فأما الذين شقوا فين؟ ففي النار. مش كده؟ طيب امال ايه هي السعادة؟ السعادة هي نوال خير لا يعقبه شر. السعادة هي ايه؟ نوال خير لا يعقبه شر. يعني واحد ابوه ترك ثروة، استولى على الثروة وحرم اخواته من الميراث، هو بيظن ان المال كله معاه دي سعادة. نال خير، خد المال كله، نواله خير، لكن يعقبه شر ام خير؟ المال اللي هو خده ده يعقبه شر ولا خير؟ شر، لانه اكل حق اخوته فسيشقى بهذا المال. يبقى دي مش سعادة، هو فاهم انها سعادة لكن دي مش سعادة. السعادة هي نوال خير لا يعقبه شر. طب واحد قام بالليل صلى ركعتين لله، يبقى سعيد ولا حزين؟ سعيد. طب بقى صلى 4، السعادة بتزيد ولا بتقل؟ 6. صلى قرأ جزء قرآن، طب قرأ جزئين، هي دي سعادة نوال خير لا يعقبه شر. دي سعادة. فتعريف السعادة عند الإمام أبي العزائم هي معرفة الله والشوق إليه والتضحية في سبيل ذلك بكل شيء. دي السعادة، إنك تعرف الله وتشتاق إليه وتضحي بكل شيء في سبيل ذلك. دي السعادة. ربنا يجعلك سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. خدت بالك؟ طب أنت عشان تعرف الله سبحانه وتعالى محتاج إيه؟ محتاج إيه؟ محتاج حد يعرفك. ما هو ليه ربنا كان بيبعت لنا الرسل؟ يبعت لنا الرسل عشان يعرفونا، يعرفك طريق رب العالمين. وبعد الرسل في عندنا ورثة للأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. بيجي العالم يعرفك طريق رب العالمين ويعرفك كيف تشتاق إليه وكيف تضحي بكل شيء في سبيل ذلك. ولذلك يقول الإمام أبو العزائم
أسعد أهل التسليم من وفقه الله لمعرفة المرشد الكامل، لأن المرشد الكامل هو اللي هياخد بإيدك لمعرفة الله والشوق إلى الله والتضحية بكل شيء في سبيل ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل السعادتين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير.